احنا ما بنتكلمش رياضه بس، في توعيه وفي دور ثقافي لازم نقدمه للمشاهد. انت مش جاي تتفرج على كوره بس، انت جاي تتفرج على حاجه كوره بس، هناك ايضا حاجات مشاكل في المجتمعات لازم تواجهها، وقضايا مهمه لازم تواجهها. فانت لو عايز تسمع كوره بس اطفي. احنا مش بتوع كوره بس، احنا بتوع كله، احنا بتوع توعيه وبتوع دور ثقافي، لان مش دورنا بس ان احنا نقول لك الكوره دخلت الشبكه وخرجت من الشبكه، الحكم صفر، حكم في قضايا اهم. فلازم تبقى ملم بكل حاجه، مش جت الكوره بس. الكوره مش كوره دلوقتي بس، الكوره حاجات تانية، واللي زعلان اطفي. انما مش دورنا، ولا حتى انا بتكلم عن نفسي، مش هيبقى دوري بس ان انا اجي اقول لك بيلعب 4-4-2 4-3-3، لا مش دوري. لو دوري هقعد في البيت، دي رساله عندي، دي دورنا كلنا. انا بتكلم عن نفسي. فاحنا قناه كبيره، القناه الكبيره ليست في الرياضه فقط، لها دور ثقافي، لها دور توعيه، لها دور تربيه. فانت لو عايز تسمع كوره بس في قنوات ثانيه، انما احنا لا، ده السيناريو بتاعنا. ومفيش حد، احنا خلي بالك احنا مفيش تعليمات، في حريه وفي خطوط عريضه ما بتعدهاش.